زعمت أن محمد لم يقتل في حياته أي شخص قلها أمام الناس. هل قتل يسوع بيده أي شخص؟ هل قتل يسوع؟ يسوع قال، أنت بتتكلم عن العهد القديم، أنا متأكد لم تقرأ تفاسير المسيحية. أنا عندي إجازة في مقارنة الأديان، قرأت قرآن، قرأت مسيحية، قرأت تفاسير دي ودي، واخترت المسيحية عن اقتناع، لأني عارف لو بقيت في الإسلام كنت داعشي مثلهم. المغرب في 2500 مغربي مع داعش، في السعودية 3000 تقريبا سعودي مع داعش، في تونس 3000 تونسي مع داعش. من مصر عندكم دول ما أنتجهمش، لم يروحوا لكنائس. عمرك سمعت مسيحي واحد فجر نفسه او قتل حد؟ اعطيني مسيحي واحد في 20 مليون في مصر بس عندكم. ليه ما فجروش نفسهم؟ لأنه كل يوم بيسمعوا في الكنيسة أحبوا أعداءكم، باركوا لاعنيكم، صلوا من أجل الذين يسيئون إليكم. ما سمعوش اقتلوا اقتلوا. قلت أن القرآن بيقول ما تقتلوش، كانوا على الأقل عملوا معاهم. يا أخي حرام عليك، وكأننا لا نعرف القرآن. سورة الأنفال بيقول لك ما كان لنبي أن يكون له أسرى. النبي مش لازم يكون عنده أسرى. ليه؟ حتى يدخن في الأرض، لازم يشبع الأرض دم حتى يكتر الدم. الإدخان هو كثرة القتل، لازم يكتر محمد من القتل، بعد ذلك يكون عنده أسرى. فهم عملوا اللي قالوا محمد. بص الصورة دي، هناك صفين من الناس. صف الإسلام ماسك سكاكين، صف المسيحية قاعد حيموت من أجل إيمانه، وبيصرخ وبيقول يا رب يسوع. ده هو حقيقة الكتاب المقدس والقرآن. في صفين، وأمام المشاهدين الخيار دلوقتي، اختاروا صف الشهداء السلميين أو اختاروا صف الأسود الذي يعبر عن سواد القرآن وعن آياته وعن القتل الموجود فيه. أنت تريد أن تعطينا الإسلام كيوت، الإسلام لايت، الإسلام اللي ما فيش قتل. جود لك، حظ سعيد. في 99.99% من تاريخ الإسلام كان كله قتل. يعني يجي الشيخ طارق دلوقتي عايز يقول لنا لا 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 لا، كل تاريخ الإسلام غلط، واللي عملوه الصحابة غلط، واللي أنا جايب لكم دلوقتي الإسلام الكيوت، الإسلام الجديد، الفيرجن بتاع القرن 21. مش هيمشي، لأن تاريخكم مليء بهذا الأمر، مش هيمشي. خلينا نعطي بعض الأسباب السريعة حتى لا. معاك دقيقة. معايا دقيقة، ما تحرمنيش من الدقيقة. من الذي يهديه الله؟ هنشوف إله القرآن اللي بيتغنى به الشيخ طارق. نقرأ والله لا يهدي القوم الظالمين. يا ريت تحط الصورة سعادة المخرج. والله لا يهدي القوم الظالمين، والله لا يهدي القوم الكافرين، والله لا يهدي القوم الفاسقين، والله لا يهدي من هو كاذب كفار، أن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. امال بيهدي مين؟ بيهدي مين؟ ما بيهديش الكافر، ما بيهديش المسيحيين واليهود، ما بيهديش حد. بيهدي مين؟ ايوه كده. طيب حميني. ان الله لا يحب المعتدين، ان الله لا يحب كل كفار اثيم، ان الله لا يحب الكافرين، ان الله لا يحب الظالمين، ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا، ان الله لا يحب من كان خوانا اثيما، ان الله لا يحب الخائنين ولا يحب المستكبرين. تعرف هو بيحب مين؟ بيحب مين؟ ده خلق 7 مليار بشر بيكره معظمهم، 90% بيكرههم. ده إله، ده إله القرآن اللي عايز تقول للناس ده الكتاب ده من عند ربنا.